لا تقدر قيمة الوطن ولا تحترم دماء الشهداء ولا تدرك عظمة هذا الشعب العظيم الذي صمد في وجه كل محنة. كما نواجه اليوم نوعا جديدا من الحروب الأكثر تهديدا، وهي حروب الجيل الرابع والخامس، تلك التي لا تستخدم فيها الدبابات ولا الطائرات، بل تفكك فيها الأمم والمجتمعات من الداخل عبر بث الشائعات وتشويه الرموز ونشر الفوضى وزعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته. السادة الحضور، وعلى الرغم من كل ذلك فإن الدولة المصرية لم تتوقف عن العمل ولا عن البناء لحظة واحدة في كل المجالات، وهذا يؤكد أن الدولة قوية قادرة وتمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل بقيادة وطنية مخلصة تعمل لأجل مصر وشعبها. السيدات والسادة، إن الرد الحقيقي على كل ما نواجهه يكمن في الوعي والوحدة والعمل، فلنكن جميعا على قلب رجل واحد ندعم الدولة ومؤسساتها، نرفض كل محاولات التشكيك والإساءة، نصمد ونواجه التحديات ونحبط المؤامرات التي تحاك ضد وطننا الغالي. إخوتي الأعزاء، وبالنظر إلى كل ما سبق نعلنها صريحة وواضحة: لا خيار أمامنا سوى الاصطفاف الكامل خلف قيادتنا السياسية الحكيمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه. اليوم لا مجال للتراجع ولا مكان للحياد. مصر تنادينا جميعا، وأمانة التاريخ تضعنا أمام مسؤولية وطنية لابد أن نكون على قدرها. فأد واجبك الانتخابي، فصوتك هو سلاحك ومشاركتك هو قوتك. انزل وشارك، فحزب الجبهة في انتظارك. صوتك للقائمة الوطنية من أجل مصر، صوتك للمهندس جلال القادري والنائب فايز أبو حرب والنائب إبراهيم رفيع مرشح الحزب في القائمة الوطنية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر كلمات من القلب من قائد حزبي بنسق وطنيته الدكتور عثمان شعلان. شكرا على دعمك ووضوح رؤيتك. صوتك اليوم بيعكس نبض الشارع في الشرقية، وحزب الجبهة بيكبر بأمثال حضراتكم وبقيادة حضراتكم القيادة المخلصة. والكلمة الآن إلى معالي النائب أحمد فؤاد أباظة، الصوت الوطني الجريء اللي دايما واقف في الصفوف الأولى في دفاعا عن الناس وعن الوطن. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايف يعني حاسس إن في نوع من الخمول يا أسامة بيه. لا الحقيقة احنا جايين من مركز أبو حماد لمركز الحسينية، ونحن نعلم تماما أنه مركز يتمتع بأسر أصيلة عريقة، مؤيدين ومؤازرين لأخ عزيز فاضل ضمن القائمة الوطنية. خلونا جميعا نحيي المهندس جلال ونقول لك إن شاء الله موفق في خطواتك القادمة بأمر الله. كل التحية والتقدير لكل الحضور صغير وكبير، كل حضور المنصة، مش هنقول أسماء عشان الناس ما تزهقش. خلونا نتفق إن احنا في ظل معركة حقيقية
بتواجه هذا الوطن العزيز الغالي. احنا النهارده شايفين كافة المؤامرات التي تحاك على الدولة المصرية، واحنا بنبص لو بصينا على بيننا وبين ليبيا خطوات، بيننا وبين السودان خطوات، لا، انا دايما اقول لهم احنا بنحمد ربنا وبنشكره. احنا شفنا فترة من اصعب الفترات اللي مرت على مصر، فترة نتمنى من الله الا تكرر. فضل مين؟ بفضل ولاء هذا الشعب العظيم لقيادة عظيمة ممثلة في زعيم عظيم، شخصية لا تختلف عليها اثنين. احنا من هنا ومن هذا المؤتمر بنعلن كافة التأييد لزعيم مصر الأول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر. خلونا نتفق على ان احنا دولة فيها استقرار حقيقي. احنا بنشوف البلاد اللي يهمنا الحقيقة، يعني احنا بنحزن على ما يحدث فيها، لكن مين اللي عامل صمام امن لهذه الدولة؟ هو الرئيس. احنا بنقول لك يا سيادة الرئيس، الشعب المصري كله معاك، كله من امامك وكله من خلفك، وكل الشعب بيؤازرك في كل خطواتك. لكن خلينا ننتقل للشق اللي احنا جايين النهاردة عشانه. في حاجة اسمها القائمة الوطنية. القائمة الوطنية دي بتمثل كافة الأحزاب، كل الأحزاب بتمثل. طب ليه القائمة الوطنية؟ الهدف منها إيه؟ الهدف هو جمع شمل المصريين على قلب رجل واحد لخدمة هذه الدولة. من هذا المنطلق احنا جينا وبنؤيد بكل ما نملك من طاقة هذه القائمة، بنؤيد تماما خطوات المهندس جلال، ومش عاوزين نطول عليكم. واحنا في الاخر واحنا في مركز الحسينية، بلد الاصل والعراقة. عاوز اقول مثل دايما بنبص له، الموضوع مش بالكم. في راجل بيساوي بلد، وبلد ما تساويش حاجة، واحنا في بلد الاصالة. احنا بنقول لكم ايه؟ لما تصاحب جذور للقصب، ما تصاحبش الزعازيع. دايما بيت العويل ما بيجيبش غير العلاويل والجرابيع، واحنا في بلد الاصل والكرامة. كل التحية والتقدير لحضراتكم، نشكركم على حسن الاستماع والف شكر، ونتمنى التوفيق لهذه القائمة الوطنية العظيمة. كل التحية والتقدير واشكركم، شكرا جزيلا. تحيا مصر، تحيا مصر. كلمات معالي النائب دايما بتسمعها المواقف، وبنشهد لك انك دايما مع الحق ومع اهل الشرقية اللي دايما بيفتخروا بيك، وانا كشخصيا دايما بفتخر بيك يا احمد بيه. وخليني ارحب بابن الحسينية الغالي على قلبي، سيادة النائب السيد رحمه عضو مجلس النواب. والآن يسعدنا وشرفنا أن أقدم لحضراتكم كلمة الرجل من رجال الدولة المحترمين المخلصين، الأخ الكبير معالي النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قبل ما أرحب بالمنصة الكريمة، أرحب بأهالي الشرقية بصفة عامة، وأرحب بأهالي الحسينية بصفة خاصة، وأهالي مركز منشية أبو عمر، وأهالي مركز صان الحجر. برحب بحضراتكم وبشكركم إن أنتم بتستضيفونا النهاردة، وأوجه التحية. والنهاردة جاي مش بآزر وبأيد بصفة الحزبية، لا، أنا جاي النهاردة بصفتين، أخ وصديق مهندس جلال القادري. أنا جاي بأيده، وكان صديق والدي، ويمكن إحنا لينا معاه حاجات كتيرة جدا، وأنا جاي النهاردة بصفة شخصية بدعمه، وبصفة حزبية بدعمه. أيضا بشكر دكتور عثمان شعلان، أمين حزب الجبهة الوطنية محافظة الشرقية، وبشكر المنصة الكريمة. برحب بزميلي
السيد النائب أحمد